خالد السرتي بيعلق على مسألة أن مصر ستحل بدلا من تركيا في تقديم المنتجات لروسيا بعد المقاطعة الروسية الأخيرة للمنتجات التركية. فيقول مصر تضع منتجاتها كبديل للمنتجات التركية في روسيا. أقلش ولا كفاية كده؟ طب خدوا دي. مجدي الجلاد بيقول عليها ضربة معلم، على أساس يعني الدنيا ضلمت في وش روسيا وما عرفتش هتجيب احتياجاتها منين. حاسس إن أي إضافة هتبوظ النكتة. عموما وانت قاعد كده تخيل المواطن الروسي وهو بيولع اللمبة وتفرقع في وشه، أو بيستخدم البوتاجاز المصري أو المحبس المصري. ده هو اللي ممكن يخلي بوتين يجي يضربنا بالطيارات فعلا. إيمان طه بتعلق على المشهد الحالي في مصر فتقول: عبد الناصر لا دين في السياسة، السادات لا سياسة في الدين، مبارك لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، مرسي لا سياسة بدون دين، السيسي مفيش لا دين ولا سياسة. ننتقل إلى قضية القبض على الناشط السياسي والمحرر الصحفي إسماعيل اسكندراني. وكتب الدكتور سيف عبد الفتاح معلقا على هذا الأمر بداية وضع هاشتاج الحرية لإسماعيل اسكندراني، ونقل قول اللواء الخليل: العصابة خطفت إسماعيل اسكندراني في الغردقة. أيضا الأستاذ قطب العربي من على حسابه على فيسبوك يقول: الحرية للصحفي والباحث إسماعيل الاسكندراني، ضحية جديدة لقمع حرية الرأي والتعبير في عهد الانقلاب. القمع لن يتوقف إلا بإسقاط هذا الانقلاب. وأورد خبرا بعنوان: الأمن الوطني يحتجز إسماعيل اسكندراني وزوجته التوقيف على خلفية مذكرة من سفارة مصر في برلين. تعليق الحقيقة طريف جدا من حساب عمار حسن بيخاطب فيه بان كي مون المسؤول عن الأمم المتحدة، فيقول: معلش أنا عارف إننا صدعناك، بس في واحد تاني اسمه إسماعيل اسكندراني عاوزين نطلعه من اسم الغردقة. ومن شبكة رصد تورد قول لجورج جالوي السياسي البريطاني يقول فيه: مصر التي تتلقى استشارات من توني بلير باتت الآن جمهورية خوف، وتتزايد درجة عدم استقرارها يوما بعد يوم. ومن قناة الجزيرة الفضائية وحسابها على الفيسبوك: بوتين يتهم تركيا بإسقاط المقاتلة الروسية للدفاع عن إمدادات نفطية من تنظيم الدولة، بينما أردوغان يرد بأنه سيتنحى عن منصبه إن ثبت ذلك، متسائلا عن إمكانية تنحي بوتين إن ثبت العكس. الحقيقة دائما يعني بنلحظ أن الرئيس التركي أردوغان لا يترك كلمات مثل هذه تمر مرور الكرام، فدائما ما يضع النقاط فوق الحروف ويوضح مواقف تركيا وموقفه هو شخصيا بردود في منتهى القوة.